اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده بقى لو انت بقى عروسه وبتجهزي بيتك او حتى بتجددي في مطبخك، فالفيديو ده ان شاء الله هيكون ليكي. فيديو النهارده بقى انا عامله لكم جوله مميزه جدا في اسواق المرشدي، وهنشوف مع بعض احدث واجمل الادوات المنزليه. وكمان هقول لكم على بعض النصائح قبل ما تشتري اي حاجه في جهازك، لازم تركزي عليها كويس قوي. وكمان انا هركز لكم على الاسعار الحاجات اللي موجوده وانا بصور عشان تبقي عارفه كل حاجه سعرها كام. كملي معايا الفيديو للاخر علشان توفري وقتك وفلوسك. اول حاجه بقى لازم ناخد بالنا منها، ولازم كل عروسه تعرفها قبل ما تبدا تجهز مطبخها، ان مش المهم ان انت تجيبي كميه كبيره، لا المهم ان انت تجيبي الجوده تكون كويسه وكمان الحاجات اللي انت تستخدميها. يعني ما تجيبيش مثلا ما تشتريش كذا طقم صواني وتجيبي كميه كبيره، لا نركز على 2 أو 3 يكونوا عمليين ومن نوع محترم كمان، ويكون الخامة بتاعتهم كويسة تستحمل معانا. يعني قبل ما اشتري اي طقم مثلا كوبايات او اطباق، نشوف الخامة بتاعته الاول سهلة كمان في التنظيف ولا لا. وناخد بالنا كمان من في نقوش كده، نقشات بتبقى على الحاجة دي بتروح مع الوقت، لا نركز قوي لا اما على الحاجة السادة او الحاجات الرسومات اللي هي بتبقى مفحورة في قلب الحاجة، علشان خاطر دي بتكون عملية في الاستخدام وكمان بتقعد معانا فترة طويلة قوي. كمان النهاردة هنلاقي في أسواق المرشدة تشكيلة كبيرة جدا وكتيرة جدا من الأدوات المطبخ. يعني نخلي بالنا ان الحاجات دي كلها لازما قبل ما نشتري أي حاجة. يعني مثلا الحلل، لازما قبل ما نشتري الحلل نسأل نفسنا احنا هنستخدم الأول كام طقم. يعني هنركز الأول على الاتيفال ولا على الستانلس ولا على الجرانيت. طبعا الجرانيت طبعا هو سهل جدا في التنظيف، وكمان حلو قوي ان هو ما بيلزقش وسهل جدا في ان انت تطبخي فيه. بس هو ليه معاملة معينة لازم نخلي بالنا منها عشان يعيش معانا سنين. وكمان الصواني البايركس، قبل ما نشتريش كل المقاسات، لا نشوف ايه المقاسات اللي احنا نبدأ نستخدمها ونبدأ نشتريها، بس عشان خاطر ان احنا ما نجيبش حاجات كتير، علشان انت عارفين الحاجات غالية وكده، فلازم نجيب الحاجات اللي احنا هنستخدمها بس. ما نجيبش كل المقاسات، هاتي المقاسات اللي انت هتحتاجيها بس. وكمان ادوات التقديم نخلي بالنا كمان ان يكون شكلها شيك، مش ما يكونش شكلها شيك بس، لا كمان لازم نكون الحاجات دي تكون عملية نقدر نستخدمها يوميا، مش نخليها للزينة بس. وكمان اهم بقى نقطة يا جماعة، لازم نعمل قائمة بالحاجات اللي ناقصانا. يعني انا قبل ما انزل اروح اشتري اي حاجة في جهازي، لازم اخد بالي من كذا نقطة. اول حاجة اعمل قائمة للحاجات اللي هي ناقصاني، بحيث ان انا لما انزل اشتري حاجة عينيا ما تروحش على حاجة تانية يكون شكلها حلو واشتريها وتتكرر عندي في نفس في الجهاز بتاعي. لا انا هكتب قائمة بالحاجات اللي ناقصالي في المطبخ بتاعي. لو انا عروسه وبجهز الحاجه اللي هجيبها هأيدها عندي في حاجه كده، بحيث ان انا ما اكررهاش تاني، لان طبعا مع الوقت الواحد بيبدا ينسى هو اشترى ايه وكده. فانا هعمل قائمه بالحاجات اللي انا اشتريتها والحاجات اللي لسه ناقصاني، هعمل قائمه بيها بحيث ان انا ما اكون عايزه اشتريها انزل اشتريها ما الاقيش حاجه تانية تلفت نظري فاشتريها تاني. قائمه الحاجات اللي ناقصانا دي مهمه جدا علشان اركز عليها وابدا اروح اشتري الحاجة اللي انا عايزاها بس. زي ما انتم شايفين كده عندنا في الاسواق المرشدي الطقمة الستانلس شكلها حلو قوي، وكمان جميلة جدا. زي ما انتم شايفين الحلة شكلها عامل ازاي، وكمان عاملين لك من جوه الحلة المقاس، يعني المقاسها زي شايفين الطقم دوت يعني عامل 4799. الايدين بتاعته مذهبة، شكله شيك جدا وعملي. وكمان زي ما قلت لكم ان هم عاملين لك فيه المعيار بتاعه من جوه، تقدري تعرفي انت المعيار بتاعك من خلال الحلة من جوه. طبعا انا ما شفتش قبل كده الحاجات المعيارات اللي من جوه، بس انا لاحظتها هناك في اسواق المرشد في الحلل دي مكتوب جوه المعيار بتاع الحلة. الصراحة انا عجبتني تشكيلة كبيرة جدا من الادوات المنزلية هناك، حلوة قوي، فقلت اصور لكم الفيديو ده. عندنا الطقم ده كمان عامل 5999 يعني 6000 جنيه. طبعا كلاسيك، هو 10 حتت. شايفين حجم الحلة عامل ازاي، والحلة حلوة وتقيلة. وزي ما قلت لكم ان انتوا بتشوفي دي حلل الضغط، الحلل البخار. طبعا الحلل دي بتبقى نافعة مثلا لو انت هتعملي كسكسي مخروطة، الحاجات دي بتبقى حلوة قوي للحاجات دي.
وزي ما قلت لكم ان احنا هنركز نشوف احنا اللطقم اللي احنا هنستخدمها عايزين كام طقم، بحيث ان احنا ما نجيبش طقمه كتيره، وطبعا انتوا عارفين الحاجه غاليه، فهنركز على الحاجات اللي احنا هنستخدمها بس. دي كده عندنا الحله اللي هي بتاعه الضغط زي ما انتوا شايفينها كده، عامله 3399 جنيه. وطقم الجرانيت ده عامل 7299 جنيه طبعا، يعني 7300. شايفين الحلل بتاعته، طبعا الحلل اللي هي ايديها منها فيها دي بتبقى حلوة قوي، بتبقى عملية اكتر من الحلل اللي هي بيبقى ليها ايدين تانية دي عشان ما تتحرقش منك، فدي بتبقى عملية اكتر. في منه هناك الوان كتيره، في اللون ده وفي اللون النبيتي، وفي كمان اللون الرصاصي حلو قوي. زي ما قلت لكم ب7299. نيجي بقى على الكوبايات. طبعا نختار الكوبايات اللي هي اللي احنا محتاجينها، بس ما نجيبش كوبايات كتيره وخلاص، لا نشوف اللي احنا هنستخدمه ايه، ونبدا نشتري اللي احنا عايزينه بس من استخدامنا، عشان ما نجيبش حاجات كتير. دي عامله 59 جنيه. تعالوا نشوف بقى اطقم العشاء البورسلين، عاملة 999 جنيه. حاجات صراحة كلها شكلها شيك جدا، انا بحب الحاجات اللي هي بتبقى سادة، بتبقى عملية اكتر وحتى في الشياكة بتبقى شكلها شيك اكتر. زي ما انتم شايفين الطقم ب999، يعني يعتبر 1000 جنيه. وفي هناك منه كذا لون، في منه مرسوم عليه وفي سادة. حتى حجم الطبق حلو وتقله كمان كويس. طقم بورسلين اهو ب999 جنيه. الصراحة حاجات حلوة جدا في أسواق المرشدي، يعني انت لو عروسة بتجهزي لو رحت هناك هتشتري معظم جهازك من هناك. شايفين طقم العشاء ده كمان جميل جدا، شكله شيك جدا، بورسلين، عامل 1799 جنيه. في كذا نوع وكذا رسمة زي ما انتم شايفين، بدل 3600. الصراحة هناك حاجات كتيرة جدا وأشكال كتير، يعني هتناسب كل الأذواق. انت لو روحتي هناك هتشتري معظم جهازك من هناك، لأن فعلا في هناك حاجات كتيرة جدا، والموديلات بتاعتها كلها حديثة وجديدة، بتناسب كل الأذواق. وكمان هتلاقي كل اللي انت عايزاه موجود هناك في أسواق المرشدي. لو انت لسه بتتفرجي على الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان وتشيريه لكل زمايلك، عشان لو كل واحدة بتجهز تستفاد من الفيديو دوت. واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الجولة دي. شايفين طقم العشاء دوت عامل 1799 جنيه. طبعا منه الوان كتيرة جدا. طقم جرانيت عامل 1999 جنيه. شايفين الطاسة بتاعته حجمها حلو وتقيل ما شاء الله، حلو قوي. حتى كمان لونه جميل جدا، واللون الاسود بتاعه خطير زي ما انتم شايفين كده. انا عن نفسي بحب الحلل اللي هي بتبقى لونها اسود، صراحة شكلها شيك جدا. وكمان نخلي بالنا من القطم الجرانيت يا جماعة، لازم قبل ما نشتري نحاول ان احنا نلمس الجرانيت من جوه كده، نشوفه ناعم ولا فيه محبب، لان لما بيكون ناعم بيبقى حلو قوي، الماركة بتاعته بتكون حلوة ونوعه كمان حلو قوي. الطقم دوت عامل 2999 جنيه.
انا بفضل الالوان اللي هي بتبقى غامقه، بتبقى احلى بتبقى عمليه اكتر يعني في الاستخدام، خاصة لو انت عروسة طبعا لسه اول مرة بقى تبدأ تخش المطبخ بتاعك، فطبعا الحاجات اللي هي الفاتحة دي هتلاقيها باظت منك بسرعة. طبعا شايفين الطقم ده جميل قوي برضو، بس طبعا ده الايدين بتاعته اللي هي اللي قلتلكوا عليها، انا بحب اللي هو الايدين منه فيه على طول بيبقى احسن، وكمان بيبقى عملي جدا. عامة يعني انت في اسواق المرشدي هتلاقي كل انواع الحلل اللي انت محتاجاها في مطبخك، وهتلاقي كل اللي انت عايزاه موجود هناك. شايفين الطقم دوت عامل 6849 جنيه. شايفين ده عدد الحلل بتاعه، هو 25 قطعة ب6849 جنيه. تعالوا نشوف كمان الطقم الجرانيت دوت عامل 1999 جنيه. تشكيلة بقى من مجات كتيرة جدا، هتناسبك برضو تختار اللي انت عايزاه. طبعا عندنا مج، عندنا طقم مجات زي ما انتم شايفين كده ب139 جنيه، 4 قطع. يعني لو انت بتجهزي بيتك او بتجهزي، لو انت عروسه بتجهزي، لو رحتي اسواق المرشدي هتلاقي كل اللي انت عايزاه من الالف للياء. بجد هتلاقي كل حاجه انت عايزاها موجوده هناك. كل انواع الكوبايات وكل انواع الحلل موجوده، وكل ادوات المطبخ هتلاقيها موجوده هناك. الطقم دوت ممكن تستخدميه في الميكرويف. بولة شوربه ب54 جنيه. اللون الاسود خطير جدا، شكله شيك. انا عن نفسي بحب اللون الاسود قوي. لو انتوا بتحبوا اللون الاسود زي تكتبوا لي في الكومنتات انتوا ايه اللي اكتر لون بتحبوه في ادوات المطبخ، اللون الاسود ولا اللون الابيض ولا انهي لون بالظبط. مستنيه تعليقاتكم في الكومنتات، تكتبوا لي رايكم ايه في الجوله، وايه اكتر حاجه عجبتكم. لو عايزين نروح في مكان تاني اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مكان عايزين نعمل لكم جوله فيه. شايفين الاطباق دي شكلها شيك قوي، اللون الابيض بيبقى حلو برضو كمان في الادوات المطبخ في الاطباق، شكله شيك قوي. الطبق هنا طبعا كل طبق ليه سعره، ده ب39 جنيه. انت ممكن تعملي طقم من خلال الاطباق اللي هي الفردانية دي، انت ممكن تعملي تشكيلة منها وتعمليها طقم عندك. ده طقم غويط، طبق غويط ب49 جنيه. وكمان في بولة بورسلين زي ما انتم شايفينها دي. بس زي ما انا قلت لكم انا بحب الحاجه تكون ساده، ما تكونش فيها رسومات، لان الحاجه الساده بتدي شكل اكتر احلى. بولة بورسلين غويطة ب38 جنيه بدل 78 جنيه. تشكيلة كبيرة جدا من الأطباق. انتي بتختاري اللي يناسبك وتبدأي تجيبيه، وممكن تجمعي منه طقم زي ما قلتلكوا. كل حاجة مكتوب عليها سعرها.